يا مساء الفل. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ والله العظيم وحشني جدا جدا جدا، بس اتليست انا ما اتأخرتش زي كل مرة. نخش في الموضوع على طول. النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن كلنا فكرنا فيه في وقت من الأوقات. وانا مؤخرا بقيت افكر فيه، وعشان انا مش عايزة افكر فيه مرة تانية. فقلت اعمل الحلقة دي واتكلم عن الموضوع ده، عشان كل ما احس بالاحساس ده مرة تانية ارجع للحلقة دي واسمعها تاني. ليه كل حاجة بقت صعبة؟ ليه الواحد فجأة بيحس ان الدنيا اتقفلت في وشه، وان اي مشكلة صغيرة بتبان كأنها جبل، وانه تايه ومش عارف يعمل ايه؟ ليه كل حاجة بقت معصلجة؟ انت بتسمعني دلوقتي وانا عارفة ان انت جاي هنا عشان السؤال اللي بيزن في دماغك، انه ليه كل حاجة بقت صعبة، وليه كل مرة بنخطط ونقول انه خلاص الدنيا بدأت تمشي، نلاقي حاجة جديدة بتوقفنا او بتغير الخطة كلها. وليه احنا دايما حاسين ان الحياة ماشية عكس ما احنا متوقعين، وان الطريق اللي قدامنا بيتقفل او بيتعقد فجأة من غير اي سبب واضح. فالنهاردة انا عايزاك تعتبر نفسك قاعد معايا على ترابيزة قهوة، عادي جدا على ترابيزة في قهوة، ومش بتسمع بقى حلقة بودكاست وخلاص. احنا هنا عشان نفتح في الكلام على الاخر ونحكي ونفنش ونفتش في الاسباب مع بعض، ونحاول نفهم احنا ليه بنحس بكده، ونطلع من هنا واحنا حاسين ان في خطوة لقدام، حتى لو الخطوة دي صغيرة. في لحظات كتير قوي كنا بنحس اننا لوحدنا في الحرب، اننا بنحارب اننا بنحارب حاجة محدش شايفها غيرنا. ولما تبص حواليك، المشكلة ان انت بتلاقي ان الناس عايشة وبتتحرك، وانت بس اللي واقف. بس في الحقيقة ان الاحساس ده مش غريب ومش نادر، ده احساس مشترك. يمكن بس الناس ما عندهاش الجرأة الكافية ان هي تتكلم عنه. اوقات كتير الشعور ان كل حاجة صعبة بيكون نتيجة تراكم وضغوط. وعشان نفهم ده ليه بيحصل، محتاجين نعرف انه مبدئيا جسمنا عنده آلية اسمها وضع التهديد، او اللي بنسميه fight or flight. لما الضغط بيزيد، المخ بيدخل في وضع النجاة، اللي هو زي ما بيقولوا كده غريزة البقاء. يعني بيركز دايما على ازاي اهرب، ازاي انجو، مش ازاي الاقي حلول وازاي اخرج منها بطريقة كرييتيف والكلام بتاع السوشيال ميديا اللي بيتباع على الفاضي ده. يعني ببساطة، لو انت طول اليوم مضغوط، شغل، دراسة، حياة، علاقات، اي نيلة، اي مشكلة بسيطة هتحصل هتبدأ تشوفها ان هي جبل، والجبل ده جاي يهدك انت، هو مش هيتهد. فالجهاز العصبي بيبقى في حالة تأهب، بيبقى فيه دايما احساس ان في خطر. فالمخ بقى بيتعامل مع المشكلة الصغيرة دي ان هي تهديد للحياة على المدى الطويل. فده بيؤدي لتعب ومشاكل في النوم وتفكير سلبي وحاجات كده جميلة قوي. الموضوع ده كمان مشكلته بقى ان انا عرفت انه ليه علاقة بالطريقة اللي احنا بنفكر فيها. يعني طريقة تفكيرنا آم، لحد كبير بتبقى هي سبب المشكلة دي، لان في انماط تفكير سلبية مشهورة جدا، زي مثلا التعميم السلبي، انه انا دايما بفشل، او التفكير في انه everything or nothing. لو انا مش كامل ابقى فاشل. يعني مفيش حاجة وسط، مفيش انا كويس جدا بس عندي غلط في الحتة الفلانية، لا انا يبقى كويس جدا يبقى فاشل. او اننا نكبر اي موقف ونديله اكبر من حجمه، او نقلل من اي حاجة ايجابية كأنها مش موجودة. فدي المصيبة، ان الكلام الداخلي بيزود الاحساس ان كل حاجة صعبة. فمش بس بتفكر بالسلب، لا انت كمان بترسم لنفسك صورة مضلمة عن العالم كله. ولو انت في بداية العشرينات، فخليني اقولك ان الفترة دي بالذات صعبة بطبيعتها. ودي حاجة انا اكتشفتها بجد. اغلب الناس اللي بتحس الاحساس ده بيبقى في نفس الفترة اللي هي بداية العشرينات. فجأة انت لقيت نفسك طالع من مرحلة الدراسة، ودخلت على قرارات اكبر منك: شغل، حب، جواز، هوية شخصية، انت بتعرف انت مين،
ضغط بقى اجتماعي من جميع الاشكال، اللي هو انت هتشتغل ايه، هتعمل ايه، هتتجوز امتى، هنفرح بيك امتى. ومقارنة دايما، في بقى مقارنة. لو اهلك كويسين وما قارنوكش بحد، انت بتقارن نفسك مع غيرك، حتى لو حد على السوشيال ميديا. فده بيخلي اي حد يحس احساس ان هو تايه، احساس اللي هو انا فين، هو انا عايز ايه، هو الوقت فاتني ولا انا لسه قدامي وقت. والحقيقة ان شعور ان الوقت فات ده من اكتر المشاعر المنتشرة، بس هو فعلا مش صح. عشان بعيدا عن ان الدنيا مش سباق، انت لسه ما عملتش اي حاجة، انت في بداية العشرين. يعني دايما احنا مشكلتنا ان احنا حاطين لود انه اتليست تبقى عارف انت لما تكبر عايز تبقى ايه، وانه خلاص انا في العشرينات دي المفروض انا كبرت، فانا المفروض ابقى، مش عايز ابقى ايه، لا انا المفروض خلاص ان انا بقيت. بس لسه عادي في ناس ما تبقاش اصلا عارفه، انا ذات نفسي مش عارفه عايزه ابقى ايه لما اكبر. فاحنا اللود ده محطوط علينا. والمشكله ان برضو الحياه مش خط مستقيم كلنا لازم نمشي عليه بنفس السرعه، فكل واحد ليه توقيته. في ناس بتنجح وهي عندها 22 سنه، في ناس تانية بتبدأ حياتها جديد في الأربعينات. فاحنا مختلفين وده طبيعي. أه فاكر وانت صغير كنت شايف نفسك ايه؟ كنت متخيل بقى انه انت لما تكبر هتكون حر اكتر، قراراتك بايدك، فلوسك معاك، بتعمل اللي انت عايزه. كان عندك احساس ان انت هتمشي في طريق مستقيم، زي زي افلام الكرتون كده، كل حاجة فيه ملونة وواضحة. بس انت لما كبرت الصدمة لما كبرت بقى اكتشفت ان الطريق مش مستقيم، ده مليان مطبات ومليان يوترن وحاجات غريبة كده. وساعات بتلاقي نفسك انت راجع لورا مش ماشي لقدام. فاحنا مشكلتنا مش في الصعوبات نفسها، احنا مش بنتضايق لان الحياة مش سهلة، احنا بنتضايق لما الحياة بتبقى مش ماشية زي ما احنا متوقعين. ودي اول فجوة بين الحلم اللي انت كنت بتحلمه وانت صغير وبين الواقع اللي انت بدأت تشوف ملامحه لما بدأت تكبر. واقولك على حاجة، احنا للأسف احنا جيل شايل فوق طاقته، وده مش سببه حاجة. احنا جيل مطلوب منه يبني نفسه بسرعة الصاروخ، يتعلم شغل، يتعلم ينجح، يسافر، يعمل بيزنس، يطور نفسه، ويعمل كل ده في سن صغير. احنا مش واخدين فرصة نتنفس. والاصعب من كده ان احنا عايشين في زمن المقارنة فيه سهلة جدا. انت يعني زمان كنت ممكن تكون بتقارن نفسك بجارك بقريبك، بس دلوقتي انت بتقارن نفسك بمئات وبآلاف الناس اللي انت بتشوفهم في السوشيال ميديا. حتى لو انت تفكيرك مش كده، ممكن في لحظة سهو تقول هو ازاي. مش هقولك ان انت بتقول انت اشمعنى دي كبيرة قوي وفيها نوع من انواع الغيرة، هي بتحصل. مش هقولك ان هي ما بتحصلش ومش عيب على فكرة ان انت لو سألتها، لانه في احيان بتبقى فعلا حاجات بتستغرب منها. بس بتسأل هو ازاي، طب انا اعمل ايه عشان ابقى كده، طب انا ليه مش كده. وبنشوف للاسف على السوشيال ميديا الجزء السعيد بس، اللي كل واحد عايز يطلعه، الجزء المتفلتر. لحظات حلوة بقى، نجاح، سفر، جواز، اي حاجة، بس احنا عمرنا ما بنشوف تعبهم ولا محاولاتهم اللي فشلت ولا الليالي اللي هم كانوا بيعيطوا فيها. وده غلط منهم، جزء منه، وغلط من الاطار النمطي اللي السوشيال ميديا حطته فيه، انه انت لازم تنزل كل حاجة ولازم توري الناس قد ايه انت ناجح وقد ايه انت شاطر. لا مش لازم، انا مش مجبر. بس للأسف الاطار ده بيخليك دايما شايف حياتك انت اللي هي حياة حقيقية، وحياة اللي قدامك اللي هي حياة مش حقيقية فيها مميزات بس. وتطلع دايما في المقارنة دي خسران. خلينا برضو مقدرين ان وسط احوالنا دي كجيل، العالم مش واقف. يعني العالم مش هادي علينا، الظروف الاقتصادية حوالينا مش مستقرة. بعيدا بقى عن الاسعار او الوظائف او المجالات اللي بتختفي فجأة وبتظهر فجأة. يعني انت حتى لو بتعمل كل حاجة صح، في دايما حاجات اكبر منك بتحرك الدنيا حواليك. وزود على ده الاخبار بقى اللي بتجيلك كل يوم، حروب، ازمات، قرارات سياسية. فطبيعي انك تحس انك مش في امان كامل، لان انت دايما حاسس انه ايا كان اللي انا فيه دلوقتي فهو وضع مش مستقر.
ده غير ان انت اوريدي في فتره مش مستقره اللي هي فتره العشرينات. فبصراحه مفيش حل سحري، بس في طريقه تمشي بيها. احنا محتاجين نقبل فكره ان الصعوبات مش دايما علامه ان احنا ماشيين غلط، ساعات هي علامه ان احنا ماشيين صح، بس الطريق محتاج طولة بال شويه. طبعا غير ان احنا محتاجين برضو نقلل توقعاتنا، مش عشان نقلل من طموحنا بس، يعني عشان نقلل لما الصدمة تيجي نكون جاهزين. فانا مؤمنة بحاجة، ان كل مرة الدنيا تحط لك عقبة انت قدامك اختيارين: يا اما تقف وتقول هي ضدي خلاص، العالم كله اجتمع ضدي، يا اما تكمل وتقول هي بتمتحني، ده اختبار، هي الحياة كده. فانت يا تقول هي ضدي واستسلم ولا وانا شايف ان في ظلم في الموضوع، يا اما تقول لا، ما خلاص انا هشوف انا هعدي الموضوع ده ازاي. خليني برضو اقولك ان انا قريت قبل كده عن حاجة في الطب النفسي، عبارة عن أداة عملية كده بتساعدك، اسمها سؤال الثلاث دلائل. لما تيجي فكرة في دماغك انه فكرة انه كل حاجة صعبة، جرب تسأل نفسك 3 أسئلة: ايه الدليل اللي بيدعم الفكرة دي فعلا؟ ايه الدليل ان الحاجة دي صعبة؟ تاني سؤال: ايه الدليل اللي بينفيها؟ تالت سؤال: انه لو طفل صغير او حد من صحابك جه قالك نفس الجملة دي، انت هترد عليه تقول له ايه؟ والتمرين ده ممكن ياخد منك 5-6 دقايق بس هو بيحاول يكسر شوية من الفكر النمطي اللي جوه دماغك. ده غير طبعا انه يعني لازم نبقى مؤمنين ان الفترة اللي احنا فيها دي كفترة عشرينات، ان هي مرحلة تجارب بحتة، مش قرار نهائي خالص. يعني مش لازم نختار المهنة او العلاقة او المسار المثالي من اول مرة. التجربة جزء من الرحلة، مش علامة على الفشل. فانا عايزاك تفكر معايا ان انت لما بتقول لنفسك كل حاجة صعبة، هل فعلا في دليل ان في حاجة كل حاجة صعبة؟ اكيد لا. اكيد يعني العالم اللي ما توحدش على دين واحد مش هيتوحد على ان هو عايز يصعبها عليك. ما تبقاش اتنشن يعني. فكر ان في حاجات تانية انت بتعملها من غير ما تاخد بالك. جملة زي دي محتاجة تتغير من كل حاجة صعبة لجملة انه في حاجات صعبة وفي حاجات ممكنة. لو حسيت ان انت لوحدك، افتكر ان انت مش الوحيد اللي بيمر بكده. في ناس حواليك يمكن مش بتتكلم، بس هم عايشين نفس الاحساس اللي انت بتحسه. واللي يساعدك اكتر ان انت ممكن موضوع صعب عليا ان انا اقوله، يعني انا بهزقني معاكم، ان انت تبطل كاريزما وتطلب دعم، سواء بقى من صديق، سواء من اهلك، سواء من ثيرابيست، اي حد. مش عيب ان انت تقول ان انت محتاج مساعده. في الاخر اللي لازم نفتكره ان الاحساس بالصعوبة مش الحقيقة المطلقة، بس هو مجرد موجة بتيجي وتروح. النهاردة شايفها كبيرة، بكرة يمكن تبان اصغر. وساعات الحل مش انك تحاول تخلي كل حاجة سهلة، على قد ما الحل ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع الصعب وتاخد الحاجة خطوة خطوة وبالراحة. فانا لو عايزاك تخرج من الحلقة دي بحاجة واحدة بس، اخرج منها ان انت مش متأخر، وان انت مش فاشل، وان انت في فترة انتقالية، وان كل خطوة صغيرة هي جزء من رحلتك. فخليك صبور مع نفسك، صدق ان انت تستاهل تاخد وقتك، وما تحكمش على نفسك بمقارنة مع حد تاني. لان زي ما قلت فوق، الحياة مش فوق زي ما قلت من شوية، الحياة مش سباق، وكل واحد ليه طريقة. فانت كفاية زي ما انت، حتى لو انت شايف ان الطريق طويل، ومهما كانت الدنيا صعبة، افتكر انها زي ما بقولك كل مرة مش نهاية القصة، دي نهاية فصل واحد من فصول القصة. فاوعى تفتكر ان احساسك ان الدنيا صعبة معناه ان انت فاشل او ان انت لوحدك. لا، كلنا بنعدي بنفس الشعور. الفرق بس في اللي بيكمل رغم الاحساس ده، او بيريح لما الاحساس ده بيجيله، وما بين اللي بيقف خالص. فالطريق الصعب مش دايما لعنة، ساعات بيكون هو اللي بيطلعك لفوق، لان انت جلدك اتخن من اللي جنبك، انت خلاص بقى عرفت تتعامل ازاي مع الحاجة الصعبة. أه المهم عندي دلوقتي ان انت لما تيجي تقفل الحلقة دي تفتكر انه مش مهم السرعة اللي انت ماشي بيها، المهم
ان انت لسه بتعرف تمشي، حتى لو خطوة واحدة بس. لان خطوة واحدة بس دي ممكن بعد فترة توصلك للنهاية اللي انت نفسك توصلها. اتمنى تكون الحلقة كويسة، ان هي تكون هدت جانب من جوانب التفكير اللي احنا ساحلين نفسنا فيها، وانا معاكم. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية.